السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم وصفه جميله جدا. بصوا، هي فراخ كده، يعني متحمره كده بطريقه معينه في دوت عيش تورتيلا. الطريقه جميله جدا وحاجه بقى جديده كده ويلا بينا. احنا عندنا بصله متوسطه، هقطعها مكعبات رفيعه وهخليها على جنب. وبعد كده معايا بقى ده نص كيلو بانيه، ده او الصدر يعني. طبعا ايه، احنا زهقنا صراحة من وصفات البانيه المتكررة، فنغير بقى في حاجة برضو ايه ظريفة برضو خفيفة يعني. هنقطعها شرايح رفيعة. هي لازم شرايح رفيعة عشان هي هتتشوي على الجريل فتستوي بسرعة معانا. ده النص التاني. هكمل بقى الكمية كلها. ودي التتبيلة بتاعتها: فلفل أسمر نص معلقة على معلقة ملح، ودي كزبرة ناشفة نص معلقة برضو. ده بابريكا 3/4 تقريبا. اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنقلبهم بقى مع بعض وهننزل بيهم بقطع الفراخ المتقطعة. بس كده. هنحاول بقى نغلفهم كلهم بالتوابل، ومش هنسيبها بقى منقوعة ولا الكلام ده كله، احنا هنعملها على طول. هنشوحها. ده بقى جريل انا مسخناه. وحتى بس في رشة زيت كده، مسحة زيت خفيفة. لازم يكون سخن عشان الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش المية بتاعتها، تفضل كده ايه بالعصارة كده بتاعتها الطريقة الجميلة. بمجرد ما تاخد وش هقلبها على الناحية التانية. شوفوا شكلها حلو قوي. انا عملت بقى الكمية كلها. ده عندي عيش تورتيلا، لو مش متوفر ممكن عادي في العيش السوري. هنحط بقى معلقة كاتشب. طبعا لو حابين مايونيز، طحينة، اللي انتوا تحبوه. هحط بقى هرص قطع الفراخ كده كام قطعة في الساندوتش. وهقفل بقى ايه النص التاني عليها. ده طبعا رشة بصل اللي احنا كنا مقطعينه. لو عايزين فلفل، لو عايزين زيتون، طبعا لو في جبنة رومي او موتزاريلا يعني. كل الحشوات دي هتبقى ظريفة قوي في الوجبة دي. هحمر بقى ده كله على الجريل. طبعا برضو نفس الطاسة عشان تاخد برضو من التطعيمة بتاع الفراخ. هكون برضو رشلها رشة زيت كده ومعلية النار. شوفوا بقى بعد ما استوى، شكله جميل جدا جدا. اتمنى تجربوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا. وبألف هنا وشفا.